اهلا بيكم في فيديو جديد. معكم احمد محمود من كرة من داخل الغرفة. اليوم راح نتوقع الفائز بكأس العالم، بس ما بعد دور المجموعات. بعد كل الفرق اتأهلت هنتوقع مين الفائز بكأس العالم. وزي ما انتم شايفين المباراة الأولى هولندا أمريكا، وأنا أتوقع إنه هولندا هي اللي هتصعد في الماتش ده. أما الأرجنتين وأستراليا فأنا بتوقع منتخب الأرجنتين طبعا، اليابان ومنتخب كرواتيا. أنا أتوقع منتخب كرواتيا لأني هروح لعنصر الخبرة. البرازيل وكوريا الجنوبية، أنا بقول كوريا الجنوبية كفاية قوي لغاية ربع النهائي كده يعني، فأنا أتوقع البرازيل. أما إنجلترا والسنغال فأكيد إنجلترا. فرنسا وبولندا فبرضو أكيد منتخب فرنسا. المغرب وأسبانيا فأنا عن نفسي بتوقع منتخب إنها تكون ماتش. أولا هيكون ماتش نار، بس إنريكي وذكائه وشباب إنريكي هيوقفوا أسود الأطلس. يعني من وجهة نظري هتكون مباراة نار، ناس كتير هتتفرج على المباراة دي وهتستناها، بس أتوقع أنا أسبانيا. البرتغال وسويسرا فأتوقع البرتغال طبعا من غير كلام يعني. فنروح بقى هولندا والأرجنتين. هولندا والأرجنتين أتوقع طبعا الأرجنتين، مش عايز كلام، كفاية هولندا لغاية. برازيل كرواتيا، أقول كفاية كرواتيا ربع نهائي كده حلو قوي عليكم، فأتوقع البرازيل. انجلترا فرنسا، فرنسا انجلترا، انجلترا فرنسا. طبعا من اكثر المباريات المنتظرة، يعني اكتر المباريات المنتظرة في الدور ربع النهائي، بس انا شايف انه انجلترا تعدي. اسبانيا البرتغال مباراة قوية، مباراة حماسية، بس ذكاء الريكي. انا من اكتر الناس المقتنعة بالريكي، وانا اشوف انه اسبانيا تصعد على حساب البرتغال، لان الماتش ده نار، هيكون نار يعني. الأرجنتين برازيل، المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ كأس عالم قطر 2022. العقل يقول برازيل والقلب يقول أرجنتين، وأنا عن نفسي همشي مع القلب والأرجنتين. البرازيل. أما أسبانيا وإنجلترا فأنا أختار أسبانيا. فده العقل بيقول الاتنين والقلب بيقول الاتنين. أنا أتمنى ميسي، وأنا بشجع منتخب أسبانيا، بس هقول الأرجنتين تروح وتفوز بكأس العالم وميسي يرفعه ويكون أفضل لاعب في التاريخ. وأما في نهاية الحلقة كان معكم محمد محمود من كرة منتخب، فلا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. بالمناسبة هسيب لكم رابط التطبيق اللي أنا صورته منه، التوقعات في الوصف. أما في نهاية سلام.